اهلا يوتيوب. فكرة فيديو النهاردة يا جماعة، حاجات اتعلمتها من اهلي هعلمها لولادي. بصوا الحقيقة في حاجات كتير. أول حاجة يا جماعة وهي النظام وحاجة تانية اللي هو زي مثلا احنا كلنا في طبق، تمام، ما ينفعش ان ماما هي اللي تغسل الطبق ده، ما دام انا اللي كلت في الطبق ده يبقى انا اللي اغسله. ده ينطبق على حاجات كتيرة بقى، مثلا نمت في السرير ده انا اللي اروقه، دخلت الحمام يعني بهدلته شوية او كده انا اللي ادخل اروقه ما دام انا اللي بهدلته. فده بيخلي انه البيت ما يتبهدلش على طول، لا يفضل منظم. بس فانا شايفة ان ده يعني هيريحني انا كمان وهعلمه لولادي، لانه هيخليني مش عمالة هما يبهدلوا وانا اروق وراهم، فاهمين؟ فدي حاجة كويسة جدا. اتنين، ودي برضو حاجة مهمة جدا، بتخليهم يعني ما يطلعوش ان هما كل حاجة مجابة وكل حاجة، هي انه مش اي حاجة بطلبها او اي خروجة عايزة اخرجها يعني مش كل حاجة تنفع. معنى ان انا مثلا لو طلبت جبت لبس الفترة دي كتير، تمام، وفي حاجة تانية عجبتني قوي بعدين بعد ما اشتريت اللبس ده، فمثلا اجي اقول لماما انا عايزه اجيب الحاجه دي وخلاص اخر مره بعد ما انا اشتريت تقول لي خلاص لا. او مثلا خروجه معينه او رحله في المدرسه، مثلا هيبقى كل صحابي مثلا رايحين فيها وكده او خروجه معينه، ماما تقول لي ايه، تقول لي لا مش هتروحي الخروجه دي او مش هتروحي الرحله دي، ايا كان سواء في سبب او مفيش سبب. عامه بيبقى في حاجات اللي هو ايه، لا مش هينفع. هنا اقول لكم انه احنا واحنا صغيرين بنتضايق من الحاجات دي، ماما على طول عايزاني لو كلت في طبق اغسله، وفي خروجات معينة مش عايزانا اخرجها او في حاجات على طول مش عايزانا اجيبها. فاحنا ممكن ساعات نتضايق، لكن لما نكبر شوية ويبقى عندنا نضج، اهم حاجة مش فكرة ان انا كبرت ولا صغرت، لما يبقى عندي نضج بعرف ان الحاجات دي فعلا انا نفسي هعلمها لولادي زي الفيديو ده النهارده. يعني انا فعلا الحاجات دي لقيتها ان هي بتخلي البني ادم او بتربي الطفل الصغير ما يبقاش يعني متدلع عشان كل حاجه بقى اهله بيجيبوها له فهو يطلع متدلع، او ما يطلع مهمل يعني بيسيب كل حاجه وراه، لا. فعشان كده برضو الحاجتين دول قلته لكم. رقم 3 علمها لولادي انه لازم يكون في حدود، يعني مثلا للبنت في حدود لللبس، الولد في حدود مثلا يعني صحاب معينة لا ما تصاحبهمش، حاجات مثلا سجاير او حاجة زي كده هسيبه ويقول انا اوبن مايند والكلام ده، لا في حاجات لا غلط مش هتعملها. رقم 4 يا جماعة ودي حاجة مهمة برضو جدا، الخلق ده في الشاب او في الراجل بيخليه يعني بني ادم يعني كويس جدا ومفهوش عقد. ايه هو بقى؟ ان هو يتعلم يساعد اخواته البنات او مامته في الغسيل في المواعين في اي حاجه، يعني يبقى ايده في البيت، ما يبقاش مثلا اللي هو ايه. مشكله الامهات زمان يا جماعه ان هي كان بتخلي البنت، وده احنا عارفينه يعني، بتخلي البنت هي اللي تروق وتكنس وتمسح وتعمل كل حاجه، واخوها الولد ما يعملش اي حاجه. ليه؟ اصله الولد. فده غلط يا جماعه، يعني دي مش حاجه عيب او حاجه تنقص من رجولته، بالعكس مامته واخواته فدول مش ناس غرب عنه، تمام. فبعد كده لما هو يكون متعود ما عندوش العقد بتاعت اللي هو انا ولد ما بعملش ما بغسلش المواعين مش عارفه ايه، هو بعدين اساسا بيبقى شايف ان هو انه يساعد مراته او كده دي حاجه مش عيب. فيعني دي حاجه انا شايفاها كويسه. دي من ضمن اهم الحاجات اللي اصلا الست بتبقى عايزاها في جوزها، ان هو يساعدها ولو حتى يغسلها طبق، المهم يحسسها ان هو حاسس بتعبها في البيت وكده وشغل البيت. رقم 6 يا جماعة، وما تقولوش ان انا مثلا منحازة شوية للست او كده، يعني انا مش منحازة ولا حاجة، بالعكس برضو زي ما ابني هيساعد اخواته وكده وهيساعدني، برضو هو كمان هيبقى هنقدره وهنحترمه طبعا هنساعده اكيد، لان احنا كلنا يعني هو لازم البيت يمشي كده بايه، بمحبة ومساعدة وكلنا نقدر بعض. لازم يكون كل حاجة متبادلة، الحب متبادل، الاحترام متبادل، المساعدة متبادلة، كل حاجة تبقى متبادلة عشان تكمل. والحاجة الأخيرة إن أنا هربي ابني إن هو يكون حنين، هيخليه يبقى مقدر مامته مقدر اخواته، بحيث برضو كمان لما يتجوز يبقى حنين كده مع مراته. خليني اقول لكم ان انا مش بفتي، يعني هو الحاجات دي اساسا الرسول عليه الصلاه والسلام امرنا انه رفقا بالقوارير، ان هو ياخد باله من اخواته، يبقى حاسس بيهم وفاهمهم وبيتكلم معاهم عادي، ما يبقاش اللي هو ايه ده اخونا الكبير ده رعب بالنسبه لنا، في ناس كده والله العظيم. الحاجه الاخيره يا جماعه ان احنا لازم نربي عيالنا على الدين. بصوا احنا كلنا بنحاول، احنا ما احناش ملتزمين قوي او يعني شيوخ او ايا كان، كلنا بنحاول وكلنا بنغلط، تمام.
ولكن لازم نكون نربي عيالنا طبعا لازم على الصلاة. يا سلام لو نوديهم كتاب او يعني بمعنى دار لتحفيظ القرآن وكده، لازم يكونوا متربيين على اصول الدين وكده، عارفين على الاقل الاساسيات، لانه ده هيفرق في اخلاقهم وهيفرق في حتى يعني ربنا هيوفقهم كده، لان هم كانوا بيحفظوا قرآن وكده ومن اهل القرآن باذن الله، وفي حياتهم واسلوب حياتهم. يعني مش هتبقي محتاجه بقى ان انت تقولي لبنتك البسي الطرحه او ما تعمليش كذا، او مثلا الصحوبيه بينك وبين فلان ما تنفعش. في حاجات خلاص هي اصلا كده كده عرفتها ان هي غلط وحرام وما تنفعش، فده برضو بيسهل علينا حاجات كتيره جدا. فبس كده، بتمنى يكون عجبكم الفيديو. قولوا لي رايكم في الكلام اللي انا قلته النهارده. انا شايفه ان الكلام منطقي ومفهوش ظلم للطرفين، يعني انا ما ظلمتش مثلا ابني ولا ظلمت بنتي، فبرضه حابه اسمع رايكم في الكلام ده. ما تنسوش تحطوا لايك وسبسكرايب، وبس كده. باي باي.